في ذكرى النكبة تتجدد اليوم في عمان مشاهد التضامن مع الشعب الفلسطيني عبر مسيرة مركزية انطلقت من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة بمشاركة شعبية واسعة رفضا للعدوان والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين، وتأكيدا على ثبات الموقف الأردني الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية. أؤكد وقوفنا خلف القيادة الهاشمية بموقفنا الصمود مع أهلنا في فلسطين، وتأكيد على الحماية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية. نحن أردنيين في الأردن وفلسطينيين في فلسطين، وسيأتي اليوم إن شاء الله هو الذي هو تحرير القضية الفلسطينية وتحرير الأرض المقدسة التي ينادي فيها جلالة الملك عبد الله الثاني. كل الدعم لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. جايين نأيد جلالة الملك والشعب الفلسطيني بذكرى النكبة. نعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، لن نهادن، سنبقى جندك الأوفياء يا سيدي يا صاحب الجلالة. ونحن في الأردن رياض فلسطين والشق الثاني للقلب، هنا نؤكد على الحق الفلسطيني وعلى حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه، والشعب الفلسطيني لا زال مقاوم وثابت على حقه. اليوم احنا بنشوف الكبار ونشوف الشباب، نشوف الأسرة، الكل حضر اليوم للتعبير عن الموقف اللي دائما احنا نعتز بمواقف دولتنا الأردنية. نحن الأردن ضمن الرؤية الملكية، نحن الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم لجهود جلالة سيدنا. فنحن الشعب الأردني على قلب رجل واحد في قضيتنا الوطنية، القضية المركزية قضية فلسطين. هذه مسيرة فيها ذكرى الاغتصاب لفلسطين، هذه الذاكرة يجب أن تبقى حية في أذهان الأجيال جميعا، وأن تسند ما حققه الطوفان والمقاومة من تصويب السردية العالمية الصحيحة عن فلسطين. وفي ذكرى النكبة يؤكد الأردنيون مجددا أن فلسطين ما تزال حاضرة في الوجدان الشعبي، وأن مشاهد التضامن في شوارع عمان تعكس موقفا ثابتا تجاه القضية الفلسطينية ورفضا لاستمرار العدوان والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. من وسط البلد عمان، محمد شلول، عمرو الإخباري.